بغيت نهضر اليوم على العقار، خاصة البنايات والعقار السكني، أي اللي عنده شي دار، اللي عنده كاين مجموعة ديال الناس اللي كيتشكاو، مجموعة ديال الناس ما عارفينش الضرائب اللي كتسناهم، كيدوز واحد المدة وكتجي شي نهار كيجي عنده مفوض قضائي ولا كيصيفطوا له شي مسؤول المديريه ديال الضرائب، كيقولوا له عندك واحد الضريبه يا تخلصها، يا غادي نحجزوك على الاملاك ديالك، ولا يا انك غادي نشوفوا معاك شي حل. المهم فيك يوليو متابعينك قانونيا. مجموعه ديال الناس انها كتجاهل هذه الضرائب وما كتسولش على راسها، وغير صافي كيقول انا بنيت الدار ولا انا شريت الدار، انا ناس مع راسي صافي راه ما تابعني حد. الدوله والحكومه ما كرهوش انهم يديروا لنا الضرائب على الاكسجين، وتقول لي الناس على يدك اليمن، الله يهديك الله يهديك الله يهديك اسيدي الله يهديك. المهم هاد الضرائب هادو اللي عندنا، كاينه الضريبه الاولى الضريبه على النظافه، هذه باينه. الضريبه الثانيه كتسمى بالضريبه الحضريه، ولات تبدل وتغير الاسم ديالها، ولات كتسمى الضريبه على الرسم السكني، ولا الضريبه على السكن. هنا متفقين، عندك جوج ضرائب، الضريبه على السكن والضريبه على النظافه. انك الا كنتي يلاه بنيتي الدار ديالك راه كتعفى على الضريبه على السكن لمده 5 سنوات، والضريبه على النظافه كتخلصها كل عام، انك تمشي تخلصها في الخزانه العامه، ماشي المديريه ديال الضرائب، غتمشي للخزانه العامه فين غتخلصها. اذا بالنسبه حنايا كنوجهوا واحد النداء للحكومه المغربيه انها ما ديراش واحد الاعلام، واحد التوعيه، باش ان الناس يوعاو ويعرفوا اللي عليهم واللي على غيرهم، يعرفوا الحقوق ديالهم ويعرفوا الواجبات ديالهم. دابا مجموعه ديال الناس ما كيتوصلوش بالاشعارات على الضريبه ديال النظافه وعلى الضريبه ديال السكن، وكيقول انايا راه صافي ما كيوجدوني الاشعارات الاول راني مهني، راه كيجمعوا عليك. راه واخا ما وصلوكش انت خصك تمشي عندهم تسول على راسك، حيت كل عام انك خصك معني انك تخلص ديك الضريبه على النظافه والضريبه على الرسم السكني. الا كان عندك مثلا سكن رئيسي عندك تخفيضات. المهم كما قلت لكم باش ما نرونكمش معايا، الا كان عندك يلاه بنيتي الدار ديالك كتعفى منها 5 سنين، مده 5 سنوات كتعفى على الضريبه ديال على الرسم السكني. مور 5 سنين خصك انك ملزم كل سنه انك تخلص ديك الضريبه. هذه تفاهمنا وفضينا منها. المهم غادي نجيو دابا نفرقوا ما بيناتهم. الا كان عندك سكن رئيسي ماشي ثانوي، عندك سكن واحد وانت راك ساكن فيه، في هذه الحاله هذه انك كتستافد من التخفيضات على الضريبه على ديال الرسم السكني. المديريه ديال الضرائب كيفاش انها كتحدد هذه الضريبه؟ كتحدد على حساب الكرا، وتقول لنا داري هذيك ساكن فيها وعرفناك دارك ساكن فيها، كتحدد الكرا شحال واصل في ديك المدينه. كاين المدينه اللي كيكون واصل فيها مثلا الكرا 1000 درهم، كاين المدينه اللي كيكون واصل فيها مثلا الكرا 2000 درهم. كتشد هي داك 2000 درهم كتضربها في 12، وديك 12 كتضربها في 10% وكتخرج لك شحال خصك تخلص. المهم الا كان عندك ما بين، باش ما كثرش عليكم، ما بين 5000 درهم حتى 2000 حتى 20000 درهم، ما بين 5000 درهم حتى 2 المليون ان ديال المجموع ديال الكرا السنوي، هنايا خصك تخلص 400 درهم كل سنه. اما المهم كتستافد مجموعه ديال التخفيضات. اما الا كان عندك سكن ثانوي، واحد السكن عندك سكن رئيسي وعندك واحد السكن واحد الدار لانك ما مستفدتش منها، غير سكنها كتمشي ليها مثلا من العطله لعطله، كتمشي فيها فوقاش فاكونس، المهم حط فيها فلوسك مخدع فيها فلوسك، في هذه الحاله هذه شنو كيوقع لك؟ انك كتخلص وكتستافدش منك التخفيضات وكتخلص الضريبه ديالك كامله كتخلصها. بالنسبه للناس الجاليه المغربيه الناس اللي كيعيشوا في الخارج، الا كانت عنده الدار وسادها، هذيك بالنسبه ليه في هذه الحاله كيسميوها بالنسبه ليه سكن رئيسي. كيقولوا بلي ان ملي كيجي كيمشي لديك الدار، ما كتحسبش سكن ثانوي. والناس اللي كيحسبوا لهم السكن الثانوي هما الناس اللي كيكونوا عايشين في المغرب وعندهم مثلا 2 ديور ولا 3 ديال الديور، راه كلشي كيطلع لهم داك البلاتفورم ديالهم ديال المديريه ديال الضرائب، كلشي عندهم مسجل الكترونيك، كلشي كتدخل الاسم ديالك، ها شنو عندك، كاع الاملاك ديالك كيطلعوا ليهم.
باش نكونوا متفقين. هي بعض المرات كيكون واحد التخفيض، مثلا بعض المرات انا الدوله كتكون محتاجه الفلوس كدير التخفيض، وانت هنايا خصك تخدم ذكي، كيكون كينقصوا تقريبا 90%. الا كنتي غتخلص 400 درهم تولي تخلصي 50 درهم. مثلا الا كنتي انت واحد المده ما مخلصش وكان التخفيض، خصك تستغل ديك الفرصه وتمشي تخلص الضريبه على الرسم السكني والضريبه على النظافه، وكتخلص داك الشيء بنص الثمن. كنتي غتخلص مثلا في الجمعه تجيك واحد 2000 درهم، كتولي تخلص انت غير 1000 درهم، ولا تقدر تخلص غير 700 درهم ولا 500 درهم. داك جوج الضرائب كامل الدوله كتخفض حيت كتكون خاصها تدخل الفلوس. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الله يعاونكم.